أطيب وأشهى تتبيلة لجوانح دجاج مشوية بالفرن ممكن تجربوها، ما شاء الله تطلع معاكم غير شكل والنكهة ولا غلطة. بدي منكم طلب صغير، لطفا تدعموا لي الفيديو لأني صار لي فترة موقفة عن النشر. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله. بدي معلقة من دبس البندورة، معلقة من دبس الفليفلة، نص معلقة من الثوم المهروس، معلقتين من الخل الأبيض، نصف عصير ليمونة. رح أضيف عليها 4 معالق من اللبن، وربع كاسة صغيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي. بالنسبة للبهارات، معلقة ونص من الملح، نص معلقة من الهيل والفلفل الأبيض والزنجبيل، كزبرة يابسة، بابريكا مدخنة، وربع معلقة من الكركم والقرفة. وبس، هاي هي بهاراتنا. رح نخلط التتبيلة لتندمج بالكامل. هون عندي كيلو ونص من جوانح الدجاج مغسولين ومنظفين على التمام، مقطعين بهذا الشكل. رح اخلط الدجاج بالتتبيلة ليتغلف معانا بالكامل. رح اسكر عليه بالستريتش وادخله على البراد اقل شي ساعتين، ويفضل ليلة كاملة. هون رح ابلش اجهز الصينية. البصل رح اعمل بيه فتحة بالسكين، بندورة وفليفلة، وقبل ما اصف الدجاج بالصينية رح ارجع اخلطه من اول وجديد بعدين اصفه. والخضار رح امسح وجهها بشوية من الزيت النباتي مشان ما دغري تحترق بالفرن. الصينية صارت جاهزة والفرن محمى مسبقا، درجة حرارة 250، شغال من فوق ومن تحت. رح ادخلها بالرف اللي تحت بعدين ارفعها لفوق. تحتاج تقريبا من ساعة ونص لساعتين حسب الافران. جربوها لانها جدا طيبة وما تاخذ وقت. اكتبوا لي رأيكم. بالعافية يا رب.